السلام عليكم خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله وباحوال طيبه. المهم قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ونتحدثوا على الموضوع اللي منتشر دابا على السوشيال ميديا، كنتمنى منكم الدعم المتواصل، وكنتمنى اللي شاهد الفيديو يعمل لي لايك، واللي ما مشتركش في القناه يدير اشتراك، ولكم جزيل الفضل. مهم نبداو على بركه الله. كما دابا راكم كتعرفوا في السوشيال ميديا اشنو واقع ما بين موضوع زياش، حكيم زياش وفاتي جمالي. كيف خرجت، اشنو تتقول عليه، وبخصوص الناس كيفاش هضروا باللي هي يعني معجبه به او لا كتبغيه او لا باغا تزوج به. صراحه الناس، الشعب المغربي متضامن مع حكيم زياش. وكيف شفتوا الموقف انه كان المناجر ديالو قال لهم باللي هو كان كيهضر في التليفون، هذيك الحركه اللي دار لها يعني حركه غير يعني ما قصدهاش. الصراحه كان السيد كيهضر في التليفون وهي مهم جات لعندو. المهم خواتاتي، كيف كتعرفوا فاتي جمالي ماشي كلشي وقف في الصف ديالها، هما وقفوا في الصف ديال حكيم زياش. كيف كتعرفوا هو لاعب، كيف قلت لكم باللي هو لاعب قدم الكثير من اجل فريق المنتخب المغربي في المونديال ديال قطر. وبصراحه الناس كلهم معجبين به وعلى داك الشيء الانجاز اللي داروا في المونديال. من طبيعه الحال ما غاديش يجوا من الصف ديال فاتي جمالي، حيت عارفين صراحه حكيم زياش يعني خالق، انسان خلوق، وهذا الشيء باين عليه انه محتشم وانسان صراحه ظريف. وفاتي جمالي الله يهديها ويهدينا كاملين وكلهم. وكيف قلت لكم كلهم كيبقاو مغاربه كاملين، مع ان فاتي جمالي جات من الصف ديالها نانسي عجرام وفنانات اخرين، ولكن زياش صراحه كل شيء وقف معاه لانه انسان خلوق، وهذا الشيء كيعترف به الجميع. وكنتمنى هاد الخصام ما يطولش المهم خواتاتي، كنتمنى الفيديو ما يكونش ثقيل عليكم وين الاعجاب ديالكم. وكيف قلت لكم ما تنسوش ديروا لي لايك، واللي ما مشتركش في القناه يدير لي اشتراك. نتلاقاو فيديو جديد اخر ان شاء الله على قناتي عالم توأم. كنقولوا من بعد هذا الشيء نقول لكم الله تصلح الامور ما بين زياش وفاتي جمال.